مصطفى مزا، كنت تتوقع إسبانيا في الدور المقبل، لكن ربما المغرب كان له رأي آخر، أطاح بالإسبان من ثمن النهائي وبرأس المدرب لويس إنريكي من على العارضة الفنية للمنتخب الإسباني. نعم أكيد. أولا أطاح ببلجيكا أحد المنتخبات القوية في المجموعات، لأنه لو تشوف المنتخب المغربي قبل بداية المنافسة واحد ما كان يعطي فيه يعني تسبب في إقالة مدربين، مدرب بلجيكا ومدرب إسبانيا ومدرب إسبانيا. هذا عفوا أقول لك أنه قبل بداية المنافسة واحد ما كان يتوقع هذا المنتخب يوصل إلى هذا الدور، ولو أنه المغامرة ما زالها لهذا المنتخب. نقول لك أنه لما تكون عندك مجموعة متجانسة، عندها هذيك الإرادة، عندها هذيك العزيمة وإصرار في كل المباريات. اللاعبين اللي ظهروا بمستوى لا بأس به على غرار اللاعب وسط ميدان مرابط، كذلك نسيري لاعب المهاجم، أمر الله، حكيمي، زياش، يعني كل هاد اللاعبين يقدروا مردود في المستوى هذا. يعني أي لاعب يدخل داخل التعداد يعمل لصالح المجموعة. ربما الفارق يكمن في هذا المجموعة اللي ربما تقدم مردود تقريبا مستقر. ربما شاطر رفيق القول لما يتكلم على لاعب محوري في وسط الميدان، يعني لاعب ارتكاز عصري اللي هو مرابط، لأنه اللاعب يقوم بدور قديورة مع المنتخب الوطني كأس أفريقيا، في كأس أفريقيا أكيد، في كأس العالم. أقول لك أنه ربما اللاعب اللي يقدم الاستثناء، أقول الاستثناء لأنه كان مردود دائما في المستوى، كل المباريات تقريبا قدم نفس المردود. لهذا لما يكون عندك لاعب في وسط الميدان بنفس المستوى ومستوى تصاعدي، أعتقد أنه راح تستفيد منه الكثير، لأنه ربما المدرب هذا عارف كيفاش يوصل الرسالة تاع اللاعبين، واللاعبين يمدوا كل ما لديهم. حتى لما تشوف اللاعبين تاع دكة الاحتياطي يدخلوا تحس أنه تقريبا نفس المستوى أو أحسن. لهذا نقول لك أي منتخب ولا أي فريق عنده دكة احتياط قوية وتقدم أحسن من اللاعبين اللي يكونوا داخل أرضية الميدان، أبعد، هذا هو اللي ربما يصنع الفارق.